السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وعافية يا رب. النهاردة حبايبي هعمل لكم وصفة سريعة مقاديرها موجودة في كل بيت. الوصفة ديت يا حبايبي لبان ذكر وزيت زيتون. الوصفة دي للتجاعيد وشد البشرة والنضارة ونعومة الجلد، جميلة جدا وعن تجربة. عشان اختصر لكم في الفيديو، احنا جبنا لبان ذكر 25 جرام لبان ذكر اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، واخدين بالكم؟ 25 لبان ذكر اهو، 25 جرام. وهنا اهو يا حبايبي دوت زيت زيتون المستخلص من لبان الذكر. عملنا ايه بقى يا حبايبي؟ جبنا لبان الذكر ال 25 جرام، مليناهم. شوفوا البتاعه دي صغيره ازاي، اللي انا حاطه فيها كوبايه صغيره جدا، تحط فيها ال 25 جرام وتبقى مزنوقه كده، واخدين بالكم؟ ال 25 جرام دول كانوا اقل من اللي انتوا شايفينه كده، مليانه اكمنها شربت زيت الزيتون، تحس انها ايه، زادت شويه، واخدين بالكم؟ غطيت يا دوبك زيت الزيتون، يكون زيت زيتون جايباه معروف ومضمون، تغطي بيه لبان الذكر. هيدينا المستخلص اللي انتوا شايفينه ده، الحبة الزيت الزيتون دول. انا صفيته في المصفى الصغيرة ديت، حطيت البطرمان الصغنن دوت هنا اهو كده اهوت يا حبايبي، اهو زي ما انتوا شايفين، حطيته كده يا حبايبي اهو يا حبايبي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. فضل ساعة او ساعتين بالكتير عشان ينزل المستخلص كله بزيت الزيتون، واخدين بالكم؟ هم دول الحبة اللي انا خدتهم من الزيت. بصوا قد ايه، لو دقتوا الزيت ده هتحس انه مر. الخلاصة بتاعت لبان الذكر مع زيت الزيتون. بصوا هنا بقى لبان الذكر شكله ايه، اللي فضل منقوع في زيت الزيتون شكله ايه، اصفر وذهبي جميل ازاي، واخدين بالكم؟ هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هننقع ال 25 جرام في زيت الزيتون لمدة 10 ايام، لمدة 10 ايام. بعد كده يا حبايبي تاخدوا الخلاصة بتاعت لبان الذكر على زيت الزيتون وتحطوها في بطرمان صغير زي كده. بصوا يا حبايبي، اي بطرمان معقم عندك ونضيف هتحطي فيه الزيت الزيتون. بصوا هم دول اللي كانوا محطوطين على ال 25 جرام اللي هم بتوع لبان الذكر. هتعملي ايه بقى؟ تدهني منه الصبح وبالليل مرتين في اليوم لمدة اسبوعين، وهتشوف الفرق وهتنبهر بالنتيجة جدا، وهتدعيلي لانها عن تجربة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، عاد الله عليكم بالخير والبركة يا رب. احنا كده بقى هنغطي البطرمان ونحتفظ بيه وندهن مرتين في اليوم لمدة اسبوعين، وهتدعيلي. ده بقى هيشد البشرة ويخليها جميلة جدا، وهتحس بيها بالفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.